القصة هذه حقيقية، واللي حصلت معاه طلب مني اني اوصلها لاكبر عدد من الناس. يمكن تكون سبب في تغيير اشياء كثير تحصل قدامنا او نسمع عنها كل يوم. امراض. انا اسف وادري اني جاي متاخر، راجع لك وانا كلي ندم راجع، وانا متعتر اسودت في وجه الدنيا وانقفلت كل الابواب، من الام الى الام، من عذاب الى عذاب، صارت حياتي موت وبان علي الانكسار والندم في كل مكان واحكم علي الحصار. ما ادري كيف اقدر اقول انا اسف، تعبان من السفر في الجو العاصف، من بعدك انا انتهيت، ماني شايف اي طريق، ماني شايف غير سواد، ماني شايف اي توفيق. انا ميت وانا عايش وانا ضايع الضرير، انا الظالم اللي ظلمت اللي ربتني صغير. انا ايش اللي خلاني ابعد عنك كل المده؟ كيف سمحت لي نفسي اقسى عليكي وانت في عز الشده؟ كيف اعيش وانا العاق والغضيب بي وجه ادعي ربي واطلب منه يستجيب؟ انا املي في الله كبير وانا نادم، تغفر لي الذنوب وانت اللي مني قريب. يا الهي اغفر ذنبي الكبير وارحم امي يا كريم وارحم عبدك الفقير. يا نور عيوني كيف كنت بتهوني، من بعدك جني جنوني وانا ندمان. يا اغلى الناس بعد سكون الانفاس، وانا ظالم يا امي سامحيني. تأنيب الضمير بيلاحقني في كل خطوة، حاولت اني انسى صوتك لكن بلا جدوى. صوتك ودي تقولي ارجع يا ابن البيتك، ارجع لي يا حبيبي يا ضنايا مالي غيرك. سامحيني يا امي لانه قلبي كان صخرة، بس لو اتحرك في شعره كان عذري القبيح. اتركيني ابغى اسافر، ابغى اعيش حياتي برا، ابغى هج، ابغى هاجر، سيبي يدي انا رايح ماني راجع. خليك لوحدك ابعد، اقعدي قلبي في المواجع. ما ادري كيف كنت افكر، ما ادري ايش اللي اغواني، ما ادري انا كنت انا ولا كنت واحد ثاني. عقلي كان ما هو معايا والشر في عيني بيحلى. اتركيني راح اتاخر، ما ابغى افوت هذه الرحله، وهي رحله الم الطويله، رحله ندم المرير اللي مالي عنه حيله. هذه هي، هذا اللي ما كنت ابغاه، هذا حالي للاسف واللي ما حد يتمناه. ليت الماضي اللي يعود، ليت ايامك لي ترجع. سلمت ثمري للدنيا تختار في اللي يوجع. يا نور عيوني كيف كنت بتهوني، من بعدك جني جنوني وانا ندمان. يا اغلى الناس بعد سكون الانفاس، وانا ظالم يا امي سامحيني. أسأل نفسي بكل حسرة يا مسكين إيش استفدت؟ جريت ورا الدنيا لكن قل لي إيش أخذت؟ ما فكرت إلا في الدنيا الصغيرة، ما رجعت لأني كنت أعمل بصيرة. ما ندمت إلا لما ضاع الوقت، ما لحقت رضا أمي يا خسارة. ما لحقت، ما لقيت مني كل الطيبة والصبر، ما لقيت مني أنا إلا المر والأمر. أنا أدري إنه الكلام ما راح يرجع اللي راح، ولا يزحزح التراب، ولا بيدخل الكفن، ولا بيداوي أي جراح، ولا بيجبر أي حزن لو ما حصل اللي حصل، ولا صار اللي صار. كنت أتمنى إن أكون ابنك الرضي والبار، كنت أتمنى لو حسبت لي هذه الساعة اعتبار، كنت بكون لك السند وترابك اللي ينداس، كنت بكون أنا اللي رافع راسك بين الناس، كنت بكون أنا الولد ولا السند ولا الوفي، كنت بكون أنا اللي يخلي همك يختفي. يا إلهي هذه هي بين يديك، رحمتك يا ربي يا ما توكلت عليك. يا نور عيوني كيف كنت بتهوني، من بعدك جني جنوني وانا ندمان. يا اغلى الناس بعد سكون الانفاس، وانا ظالم يا امي سامحيني. للأسف معظمنا ما يعرف قيمة أعز الناس إلا بعد ما يفقدهم. لو
لو كل واحد فينا كان يعرف اليوم اللي راح يغيب فيه أبوه أو أمه أو أي إنسان عزيز عليه، هل بتكون معاملته معاهم بنفس الطريقة؟ ما أعتقد.